السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفه اللي هي سهله ولذيذه، حلوه بكوكو او جوز الهند. كتجي هشيشه ورطبه، هذه لمحبي جوز الهند. فحتى اللي ما كيعجبوش بهذه الطريقه هذه غادي تعجبو، غادي تجي لذيذه وغادي تنال الاعجاب ديالو. فما غاديش نطول عليكم، دوزو اللائحه ديال المقادير. عندي غادي نحتاج بيضه ونص، غادي نحتاج 75 غرام ديال الكوكو اللي يكون مطحون، اولا يعني حتى اذا شريتو هذاك اللي رقيق زيدو طحنوه. 75 غرام، تقريبا نص كاس ديال العنبه. عندي هنايا 125 غرام ديال السكر سنيده، عاود حتى هو تقريبا كاس ديال العنبه. عندي هنايا ساشي ديال الخميره ديال 7.5 اولا ديال 8 غرام. عندي معلقه كبيره ديال القشور ديال البرتقال، اللي ما عنديش البرتقال تقدر تعوضو بالليمون. عندي هنايا 150 غرام ديال الزيت، انا عبرته وعطيني كاس ديال العنبه. 150 غرام ديال الزيت اولا 150 مليلتر، الغرام كيساوي المليلتر. وعندي هنايا 125 غرام ديال الزبده. كذلك بالنسبه للطحين عندي هنايا 500 غرام، ولكن كتبقى حسب نوعيه ديال الدقيق وحسب البيضات وحسب الزيت والزبده اللي حنايا مستعملين. فغادي ننتقلوا ان شاء الله باش نشوفوا طريقه التحضير ديال هذه الوصفه هذه. عملت الزبده، فاول حاجه غادي نعملوها هي غادي نعمر البيضات باش ما نبقاش ديك الساعه نوقف ونكمل. عندي هنايا واحد بيضه، نخوي السكر على الزبده. نطبق هاد البيضه هذه نخلطها وعاد غادي ندي النص ديالها. غادي نخلطها مزيان ونزيد النص ديالها هنايا. صافي ونخليها دابا على جنب. صافي ودابا غادي نبدا التحضير ديالي. فهنايا غادي نخدم مزيان الزبده مع السكر باش ما نطولش عليكم في الفيديو يجيكم طويل. غادي نخدم مزيان السكر مع سكر سنيده، نسيت ما قلت لكمش في الاول. سكر سنيده مع الزبده مزيان. غادي نضيف له هاد البشر ديال البرتقال، من بعد غادي نضيف له الزيت نخدمو عاود مزيان. نضيف له البيضات عاود نخدمو مزيان. نضيف له كوكو ونخدمو مزيان. وديك الساعه غادي نضيف الخميره ومن بعد الطحين تدريجيا. فانا غادي نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا وتتموا ونشوفوا الخليط ديالنا اللي خصنا كيفاش خصنا نحصلوا عليه. الشكل هذا اللي كتكون مجموعه ولكن او ميم طون كتكون خفيفه، ما كتكونش قاصحه. يعني فوالا هالات خاص كيبانوا هكذا. فهنا كنقبض 2 معالق كبارين ديال سكر سنيده مع 2 معالق كبارين ديال كوكو ماشي مطحون، كوكو عادي. كنخلطهم. فانا كنعمل جوج ومن بعد كنشوف اذا نقصني عاود كنزيد جوج باش ما كيبقاليش وكذا. فكنخلطوهم هنايا مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. كنكور الحليوه ديالي كويرات اللي هما صغارين. فبالنسبه للتزيين كنحتاجو هذا المرشم هذا ديال القالب ديال المعمول. هي بالنسبه لي انا باغيه هذا القالب هذا اللي كيكون مدور ومثقوب من الوسط، ولكن انا عندي ستيتو ما عنديش كبير. كاين اللي كيتباع كبير نفس القالب ديال المعمول، ولكن كيكون هاد الزواقه هذه كتكون كبيره، فهذاك من الاحسن يستعملوه. واللي ما عندهاش دابا بحالي انا ما عنديش، عندي هاد الشكل هذا، فانا غادي نستعمل هذه اللي كتجي في الوسط. انا غادي نوريكم الشكل ديالها.
كتكون. غادي نمرمرد هاد الكواره في هاد الخليط هذا، وغادي نعملها في هادي كيخرج لي هاد الشكل هذا. سينو اللي عنده هذا غادي يستعمل هذا الكبير، اللي ما عندوش يستعمل هذا، واللي ما عندوش في مره يستعمل اي زعما يعدلها باي شكل بغا هو. فملي كتخرج لي هذه كنقبض هاد الراس ديال هاد القريط اللي هي هذه وغنقطعها كل واحد شنو كيقولها، وكنضغط عليها هكذا، لان ملي غادي طيب هاد التقيبه هذه اللي غادي نزوقوها بالكونفيتور صافي. وغادي نستمر انا على هاد الشكل هذا بهاد الطريقه هذه. فانا غادي نكمل الحليوه ديالي. انا من الكويرات اللي هما صغارين ماشي كبارين، كل واحد يعمل المقياس اللي بغا هو. كتزال بسهوله وكنتقبى بهادي. انا غادي نكمل الحلوه ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها نشوفوا كيفاش غادي نزينوها. بالنسبه للفرن كل وحده كيفاش كطيب الحلوه ديالها خصها الشكل ديال الطياب ديال الصابلي. فغادي نخليكم نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التزيينه. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا 3 ديال المعالق كبارين ديال ميميلادات فريسه، ويمكن لكم تستعملوا اي مربى عندكم، ماشي ضروري ديال الفخاز، اي مربى عندكم في الدار تقدروا تستعملوا هي ديال المشماشيه اي حاجه. عندي 3 ديال المعالق كبارين ديال الماء الزهر. بالنسبه لي انا الكونفيتور ديالي عندي عقده، اذا استعملتوا المربى ديال المشمش اللي كتكون خفيفه ديال الحلويات استعملوا غير معلقه واحده ديال الماء الزهر. انا بالنسبه لي ثقيله من 3 ديال المعالق ديال الماء الزهر. عندي معلقه كبيره ديال الجلوكوز، وعندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده. انا هنايا عندي هذاك الفوتات ديال السكر القالب ما بغيتش نضيعو، استعملت معلقه منه كبيره. نتوما استعملوا السكر سنيده اللي عندكم في الدار. صافي غادي نخلي هذا المزيج هذا فوق نار اللي هي مهيله حتى يغلى مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش غادي نزوقوا هذه الحليوه ديالنا. ملي كتغلي لي هذه الصلصه ديالي فوالا، شوف كيفاش كتحسوا بها بحال كتلصق لي مع الكاسويله. صافي دابا غادي نطفي عليها. انا عندي هنايا هاد لاغوم ديال الفخاز، هذه كتبقى اختياريه اللي بغى يضيفها ولا لا. غادي نعمل واحد النصف ديال المعلقه هكذا، غادي تزيد تعزز لي النكهه وغادي تعطيني واحد اللون حتى هو هاد الخليط ديالي. بيد واحد ما عرفتش غادي نقطع ونعاود نرجع معكم. صافي وهذه هي الصلصه ديالي من بعد ما كتوجد كتجي على هذا الشكل هذا. فبالتالي كنحس بها انها عاقده وكنبدا مباشره نخدم بها وهي هكذا سخونه باش تلصق لي على الحلوه ديالي. غادي نوريكم الحلوه ديالي كيف ملي طابت. انا ملي طابت جمعتها في هاد لي بوط هرميتيك بعيد من وجدو، فهي كتجيني بهذا الشكل هذا. واخا هكذا المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف، حتى الشكل ديالها كيجي مزيون هذا من القاع. كتقبط هذا اللون الذهبي. هنايا غادي ننزل الحبات ديالي وغادي نبقى نفرغ فيهم هذا الجولي هذا ديال الفخاز. فهو كيجي عاقد، وملي غادي يزيد يبرد غادي يزيد يقصح. فاذا نتوما كتخدموا به وحسيتوا به بانه قصح لكم، ما عليكم الا تردوه فوق البوطه وغادي يزيد يغتر. فكنعملوا على هذا الشكل هذا. صافي هذا الشكل، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها في الطبق ديال التقديم.
وبالتالي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ملي كطيب. فهي كتجي فعلا رائعه وكتجي شيشه. بالنسبه للصلصه ديال الفراوله انا استعملت المقدار اللي عملت معكم وعاودت نفس الكميه باش خدمت بها. كذلك ملاحظه واحده اخرى انها خصها تخدم وهي سخونه، يعني هي سخونه اون فوا كتقصح راه ما كتقدروش تهزوها بالمعلقه، خصها هي سخونه وانتم تعملوها في الحلوى تزوقوا بها. كذلك انا في التصوير فانا ما استنيتش حتى تبرد، ديريكتومون غير زوقتها صافي صورت وخبعت. فكيف ما كتلاحظوا فهي كتسيح لي شويه من الجنيبات، ولكن نتوما ملي غتخليوها حتى غادي تقصح ما غتسيح لكمش من الجنب، وبالتالي غادي يجي لكم الشكل ديالها اللي هو مناسب ومزيون بزاف. كذلك حاجه واحده اخرى واخيره، انكم ملي تكونوا كطيبوا الصلصه فتخليوها ضروري تخليوها تغلي كيف ما لاحظتوا في الفيديو، لان هذاك الغليان اللي كيخلي المربى مع الجلوكوز هو اللي كيخليها في الاخر باش تجمد لنا فوق الحلوى ديالنا. كنتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. تبقوا في المنازل ديالكم، اذا عجبتكم بحال ديما ما تنساوش انكم تخليوا لي اعجاب، تعليق، وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم حتى تعم الفائده. كذلك اذا كنتوا كتستافدوا من لي فيديو ديالي ومن الحلقات اللي كننزل، اشتركوا في القناه ديالي لان يوتيوب هو اللي كيزولكم هذاك الاشتراك، وكذلك فعلوا هذاك الجرس الفوقي باش توصلوا بكل ما هو جديد على قناتي. نخليكم في امان الله مع وصفه مقبله باذن الله، وشكرا لكم على المتابعه. Thank you.